السلام عليكم. المحاضرة الثانية للصف السادس الإعدادي، الربط بين الماضي المستمر والماضي البسيط. راح أبدي من السؤال، يجيك السؤال الثاني اللي هو سؤال القواعد. نشوف هذا المثال، راح تجينا جملتين يريدني أني أصح الفعل اللي بيهم على أساس أدوات الربط اللي موجودة عندي، الآز والوايل والوين والآند. زين، شنو القاعدة اللي أمشي عليها حتى يكون عندي الحل صح؟ عندنا 4 أدوات لربط الماضي المستمر بالماضي البسيط: الوايل والآز والوين والآند. الوايل والآز دائما تريد بعدها ماضي مستمر، وين ما اجت. يعني هسه اجتني الوايل والآز بالبداية، بعدها ماضي مستمر، والجملة اللي بعدها راح تكون ماضي بسيط. من جت الوايل والآز بالوسط اللي بعدها ماضي مستمر، اتفقنا بما انه هذا ماضي مستمر راح تبقى لي الجملة هاي تصير ماضي بسيط. من تجي الوين والآند، الآند ما تجي بالبداية بس للمثال، من تجي الوين والآند بالبداية دائما تريد بعدها ماضي بسيط، فإذا جت بالبداية الجملة اللي بعدها ماضي بسيط والجملة الأخرى راح تكون ماضي مستمر. وإذا اجت الوين والآند بالوسط راح يكون اللي بعدها ماضي بسيط واللي قبلها ماضي مستمر، يعني عكس الأدوات وايل وآز. زين، شكل السؤال شلون راح يكون أستاذ؟ بهذا الشكل. عندك آز، زين، بما أنه الآز جت بالبداية يعني المخطط الأول، تمام ولا مو تمام؟ فإذا حد الفارزة راح تطبق لي عليها قاعدة منو؟ قاعدة الماضي المستمر. وبعد الفارزة راح تطبق لي عليها قاعدة الماضي البسيط. زين، بالمثال الثاني اجتنا كلمة الوايل وين صايرة بالوسط، بما انه كلمة الوايل بالوسط يعني احنا على المخطط الثاني، فاللي بعدها راح يكون ماضي مستمر واللي قبلها راح يكون ماضي بسيط، اللي بعدها ماضي مستمر واللي قبلها ماضي بسيط. بالمثال الثالث عندي كلمة وين، وين جتني؟ ما جتني بالبداية، جتني بالوسط، بما انه جت بالوسط اللي بعدها ماضي بسيط، هذا اللي بعدها، واللي قبلها راح يكون ماضي مستمر. نفس المثال الرابع ايضا، اللي بعدها ماضي بسيط واللي قبلها ماضي مستمر. زين، انا فهمت هم تخلي الماضي البسيط وهم تخلي الماضي المستمر، بس انا ما اعرف شنو هو الماضي المستمر ولا شنو هو الماضي البسيط. ركز وياي راح اشرح لك اياه بالتفصيل الممل. الماضي المستمر واسمه past continuous. عندنا كل زمن من أزمان اللغة الإنجليزية بثلاث حالات: حالة إثبات وحالة نفي وحالة استفهام. راح نبدأ بحالة الإثبات. كل جملة باللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل، عدا الجمل الأمرية مثلا. زين، بعد الفاعل إما was وإما were والفعل ing والتكملة. أستاذ أنا أفهمك، أنت قلت لي فاعل، بس أنا الفاعل أصلا ما أعرف. الفاعل باللغة الإنجليزية يعني إما اسم أو ضمير، إما اسم أو ضمير. اسم مثل شنو؟ والاسم نوعين، إما يكون مفرد وإما يكون جمع. زين، شوف لي هاي الكلمة علي، نعرفها أستاذ، هاي بسيطة. زين، علي أند سامي، هاي صاروا اسمين، بما أنه بيناتهم أند هذول جمع، فإذا هذا مفرد وهذا جمع، هذا نعتبره اسم. ماي فلايت اسم. بوكس، people، علي's father، هاي كلها تعتبر فاعل. the color of the pen، هاي كلها تعتبر فاعل. فمو شرط الفاعل يكون كلمة واحدة لأنه هو أول عنصر في الجملة، ممكن يكون كلمتين أو ثلاث، ممكن أربعة، مو مهم، أهم شيء يكون الفاعل إما اسم أو ضمير. استاذ عرفنا الاسم، زين الضمير شنو؟ الضمير ضمائر الفاعل فقط. من هي ضمائر الفاعل؟ he she it they we you I. هاي السبع ضمائر تكون فاعل وموقعها بالجملة راح يكون في بداية الجملة. زين، بعدها أجيب لو was low were. استاذ أنا عرفت الفاعل، بس الوز والوير أخليها بكيفي؟ لا طبعا، بكيف الفاعل. فإذا كان الفاعل هي راح تقول was، she was، it was، I was. اسم مفرد أيضا ياخذ was. أما إذا كان عندك they we you واسم الجمع لا، راح تخلي were. زين، هسه عرفنا الفاعل وعرفنا امتى نخلي was وامتى نخلي were. بعد ايش نحتاج؟ نحتاج إلى فعل يحتوي على ing. الفعل مثل شنو؟ الفعل بحركة أو سكون، مثل play يلعب، eat، write، read، swim، go. حلو، هاي أفعال أستاذ فهمناها. التكملة شنو؟ التكملة إما تكون دلالة معنوية تكمل معنى الفعل، وإما تكون دلالة زمنية توضح الزمن اللي أنت بيه. يعني من تقول يلعب، شو يلعب؟ لازم تجيب فد لعبة معينة إنه كان يلعبها الفاعل. زين، ودلالة زمنية أنت من تقول أنا كنت ألعب بالماضي، صرت تقول غدا؟ لا ما يصير، لازم تقول البارحة أو قبل أيام أو قبل أسبوع. فدلالة زمنية ودلالة معنوية بالتكمل، فتفيدنا كدلائل حتى نميز. حاليا احنا ما راح نحتاج دلائل، ليش؟ لأن عندنا أدوات الربط الوايل والآز والوين والآند راح تدلينا إنه همتى نخلي ماضي بسيط لو ماضي مستمر. زين استاذ، نقدر نكون جملة من عندنا بعد ما فهمنا هاي؟ اي نقدر، خلينا نختار واحد من هاي الفواعل، لأن احنا نحتاج بالبداية منه؟ نحتاج فاعل. فأنا اختارت لكم منه؟ اختارت لكم علي. ايش راح نعتبره؟ راح نعتبره فاعل. يحتاج بعده لوز لوير، لأنه اسم علي مفرد أكيد راح أخلي له وز، فاستخدمت وز. اختارت الفعل بلاي فصارت علي وز بلاي. بالماضي المستمر الفعل ايش يحتاج؟ يحتاج ing، فإذا علي وز playing، وبعدها التكملة تنس. إذا حاليا علي كان يلعب التنس. راح نختار فاعل ضمير واختارينا ذي. بعد الذي إذا نتذكر قلنا الذي ياخذ وير، فقلنا ذي وير. بعد نجيب فعل، لاحظنا جبنا الفعل eat. الفعل eat حتى يكون في زمن الماضي المستمر لازم شو نضيف له؟ ing، فصارت eating. last night الليلة الفائت.
قبل لا تروح بقى عندنا النفي والاستفهام، إذا تحبون نكمل بالشرح حتى نستمر معاكم. بالتوفيق للجميع، وبالأخير نقول انت قد